سعيد إن أنا بشوفكم دلوقتي ومعاكم النهاردة. وبس عايز أقول كلمتين في الأول. الدراسة في الإكليريكية مش مجرد معلومات يعني زي كليات الجامعة أو الحاجات دي يعني. طبعا في معلومات، لكن الهدف منها الحياة، مش كده؟ إن أنا أعيش إزاي مع المسيح وفي الأسرار المقدسة، والبحث عن كيفية الحياة يعني. فإحنا مش بندرس حاجة تاكلوا منها عيش يعني. واللي جاي الإكليريكية عشان يدرس حاجة ياكل منها عيش أنصحه إنه يسيبها، لأن الإكليريكية مش أكل عيش. حتى لو كان الهدف إنه يبقى كاهن، برضو الكهنوت مش أكل عيش. الكهنوت ده خدمة لحساب الأبدية، أقدس وأعلى نوع من الخدمة. بهيئ ناس للملكوت. فمن فضلكم، احنا تعودنا ان التعليم في الكنيسة هو تلمذة. اسمه ايه؟ يعني ايه تلمذة؟ يعني مش اونلاين. تعليم مش اونلاين ابقى قاعد في بيتنا وبسمع. ما تعودناش على كده. احنا تعودنا يبقى الإكليريكية مكان للتلمذة، بحضر واتعلم واسأل واسمع الإجابة. دراسة، مش مجرد أيا كان مين اللي بيدرس. ده مش الموضوع. مش الموضوع مين اللي بيدرس، لكن نوع الدراسة إيه في الإكليريكية. نوع الدراسة تلمذة. السيد المسيح لما علم تلاميذ 12 تلميذ فتنوا المسكونة كلها. 12 يعني ممكن يكون في الإكليريكيات على مستوى الجمهورية مئات. حلو، كويس، بس تأثيرهم إيه؟ تعليمهم إيه؟ دورهم إيه؟ فإحنا جايين هنا عشان نتعلم وعشان نعدل الخدمة، كخادم، ككاهن، كأي حاجة، كراهب بسكته في الرهبنة، بحيث يبقى معد إن يأدي دور في الكنيسة. فاللي عايز يحضر أونلاين في بيتهم، مش دي التلمذة، مش دي الإكليريكية. ومش متروكة للطالب، لا، ده نظام كلية كليريكية، مش كتاب عند حد يعني. تقدروا تستفيدوا يعني. مش إرغام على الحضور، وإلا ما كنتش أصلا تتقدم إنك تدرس حاجة زي كده. ومش مفترض إن واحد بيقدم على دراسة إنه يدرسها من البيت. الكلام ده ما ينفعش. وإذا نفع في الكليات بره ما ينفعش في الإكليريكية. يبقى احنا فاكرين إن الإكليريكية بتعطي علوم إنسانية، علوم اجتماعية، علوم علمية. لا، الإكليريكية بتدي حياة عشان تعدنا احنا للملكوت، وكمان نبقى خدام لمن سيرثوا الملكوت.